حسب رايك تو يلزمنا نفهموا رواحنا، الشعب التونسي هذا واعي ولا لا؟ شعب تقودوا خطبه وركعتين نهار الجمعه ينجموا يغيروا له مخه باش يمشي من مكان الى مكان انتخابيا؟ نعم. شوف سيدي الكريم، تفضل. تو احنا والله نبحث على مساله الانثروبولوجيا تسمى الانتخابيه الى غير ذلك. اعتقد هذه مساله يلزم متخصصين فيها لفهم شنو الاليات وشنو معناتها الاسباب اللي مشى الناخب لاتجاه كذا لاتجاه كذا. انا شخصيا خضت حمله انتخابيه في صفاقس 2، وكانت حمله معناتها حتى في الاخر فهمت لماذا المؤتمر الجمهوري اصبح هو الحزب الثاني في الواحد، هو يلي النهضه في مساله عدد المقاعد. السبب شوف اللي فهمتم بسيكولوجيه اللي يحكي عليها سيكولوجيه الناخب. الشعب التونسي عاش فتره سابقه اختلت فيها القيم الكل واستشرى فيها الفساد والاستبداد، ولا طموح الى معناتها قيم جديده، قيم نظافه اليد، قيم معناتها التقوى، قيم معناتها الرجوع الى الاطمئنان على التدين، قيم على انه يستأمن الناس يعرفهم ما هماش باش يمشوا في الفساد الى غير ذلك. نعم. ثم عوامل اخلاقيه وعوامل سياسيه وعوامل قيميه لعبت. او نقول لك كيفاش انا شخصيا اللي لاحظته في صفاقس كيفاش الناخب يمشي. نعم. ايش يقول انا هذا الوضع ما نحكيش معناتها الوضع هذايا عندي مشهد سياسي فيه تقريبا 67 قائمه في صفاقس 2، يبحث يمشي ممكن يعني يرى في حركه النهضه ك يمكن استقطاب له جاذب يعني. نعم. لكن ثم ناس ما معناتها عندها نوع من الاختلافات مع حركه النهضه. واضح. تلوج على الناس النظاف، على المناضلين. نعم. اللي قالوا لبن عليله ووقفوا وصمدوا يجيو يغزروا في الطيف السياسي يلقاو المؤتمر الجمهوري. وهك علاش احنا شخصيا كيف افسر المؤتمر الجمهوري الى غير ذلك. تبقى سؤالك انت. السؤال راهو شوف الشعب هذا واعي ولا؟ هذا الشعب في انا مش نقول لك مش واعي برا، هو مبدع. علاش؟ نظام الاقتراع وهو سي فاضل موسى يعرف، نظام الاقتراع اللي هو التمثيل النسبي باكبر البقايا مجعول باش ان الهيئه التاسيسيه هذا المجلس التاسيسي سيكون مفتت ممثل لجميع الاطياف وكل من هب ودب. انا اعطاء الحظوظ للناس الكل. بالعكس الاليه هذه انا كاستاذ في القانون الدستوري نعرفها، يعني طعم الاليه هذه اللي مش تمثيل معناتها حتى اللي عنده معناتها زعنفه يجي يطلع. واضح. شوف الشعب هذا قداش عظيم، جاء من الاول ووصل الى نتيجه كاننا في نظام اقتراع اخر. انا كتو في الناحيه النظريه تساءل يعني كيفاش نظام اقتراع ويلزم توا معناتها المختصين في العلوم السياسيه تسالوا. الشعب التونسي كما عمل الثوره كانت نموذجيه، عمل له نظام اقتراع باش يخلي المجلس التاسيسي مفتت، لكنه اختار باش يخلي المجلس التاسيسي متجانس. هذا الواحد. انا واعي ولا مش واعي؟ نقول لك بالعكس، قمه الوعي الشعب التونسي متمثل في هذه الانتخابات، لأنه أولا أبطل مفعول هذا نظام الاقتراع. اثنين، في تصوري اختار الناس اللي تمثل القيم، تمثل معناتها التمسك بالأسس الدولة الجديدة، وزاد اختار المناضلين اللي يمكن يستأمنهم على مستقبله. هذايا بالنسبه لي انا هذا ثابت، وبالتالي كل محاوله معناتها للتشكيك في هذا، وصحيح المساجد تلعب الدور وانا نقول بكل موضوعيه لعب الدور، لكن لا اصل الى حد ان نربط نجاح النهضه بالمساجد صراحه في صميم. نعم. هذه معناتها ثم جمله عوامل قلت لك يبحثوها الناس المختصين في معناتها الانتخابات. نعم. علاش عطت هذه، لكن انا رؤيتي هذه. شكرا بارك الله فيك. في